معلومة غير متوقعة ولكن حقيقية عن الزلزال. في عام 2004 حصل زلزال، والزلزال ده يعتبر من أقوى زلزال حصل على وجه الأرض. الزلزال ده حصل تحت المحيط الهندي، وبالأخص ناحية أندونيسيا. الفكرة إن الزلزال ده كان قوي جدا، كان بنسبة 9 ريختر أو بدرجة 9 ريختر. الزلزال ده مش بس كان قوي لدرجة ان هو طبعا بهدل الدنيا ودمر الدنيا، وكان دمار شامل جدا في اندونيسيا وفي كل معظم الكرة الارضية، ولكن كان من كتر قوته ان هو قدر يغير في شكل الارض. ده مش بس كده، ده كمان قدر يغير في محور دورانها. احنا عارفين ان اليوم بتاعنا بيحصل ده نتيجة دوران الارض حول نفسها، ولكن الزلزال قدر يغير في درجة دوران الارض حوالين، في درجة دورانها حول محورها، لدرجة ان هو قدر يأثر اليوم. يعني اليوم أثر ثانية واحدة. ايوه زي ما بقول لكم، اليوم أثر في ثانية. يعني ايه؟ يعني المقدار بتاع ان هو أثر في كوكب الارض أثر في ثانية. طبعا كلنا هنقول دي ثانية، يعني ايه اللي حصل؟ بس انتوا متوقعين فكرة ان زلزال يشكل الارض ويغير في محور دورانها؟ انتوا متخيلين قد ايه الزلزال ده حاجة بجد مش هينة، حاجة كبيرة. وبالذات لما يكون ان الدرجة بتاعته تكون عالية زي 8 ريختر و9 ريختر. ودي كانت معلومة النهاردة عن زلزال 2004. اتمنى تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير. باي.